أنه لم يستطع تفسير حامضية بعض المركبات مثل مين؟ وذلك لعدم احتوائه على الاتش خصوصية شموجة، كما أنه لم يستطع تفسير قاعدية بعض المركبات مثل مين؟ اول ما خلصت امتحانات الشهاده الاعداديه الترم الاول بالظبط اسبوع بدانا دروس الترم الثاني، وكانت نتائج الترم الاول كانت لسه مش طلعت لحد لما جت اللحظه اللي بيقولوا فيها النتائج هتنزل يوم الخميس. دنيت استنى والنتيجه مش راضيه تنزل. يجي يوم الجمعه، طبعا دنيت مستني يوم الجمعه ده بفارغ الصبر، واستنى فيه برضه مش راضية تنزل. ايه يا ولاد في لحد لما نزل قرار نهائي ان النتائج هتنزل يوم السبت. كنت مرعوب ساعتها ودخلت نمت عشان اتخلص من القلق اللي انا فيه، وانا نايم في امان الله لقيت اخويا بيصحيني بيقول لي نتائج طلعت. قلت له ايه؟ قال لي نتائج طلعت. وقتها قمت وانا مش حاسس بنفسي ورحت ماسك التليفون وبدات ان انا ابحث عن نتيجتي. لسه صاحي من النوم اخويا بيقول لي النتيجه طلعت، فالواحد مش على بعضه، فرحت ماسك التليفون على طول وابحث عن النتيجه، فلقيت نفسي جايب 132 من 140. ساعتها زعلان، قلت 8 درجات كتير، يعني لما في الترم التاني هجيب ايه؟ والحزن اشتد لما امي شافت النتيجه، عشان هي كانت متاكده او حاسه ان انا هجيب مجموع احسن من اللي انا جبته. بعد ما سمعت كلام كتير قوي حسيت ان انا مش انا اللي كنت اول في اولى اعدادي وتاني في تانية اعدادي، وفجأة الاقي الناس اللي مش شاطرة واللي مش عارفين حاجة الاقيهم اعلى مني. ده خلى نفسيتي ونفسية امي معنى الكلمة تحت الارض، ان انت عملت مجهود كبير وفجأة تلاقي واحد مش عارف الالف من الياء اعلى منك. صعبة جدا. بدأت ان انا ابص في المواد اللي خلتني انقص الدرجات دي كلها. ايه هي المادة اللي خلتني انقص 8 درجات دول؟ لقيت نفسي مقفل في الدراسات والتمام، الرياضة مقفل فيهم، وكان الانجليزي والعربي كنت ناقص في كل مادة منهم، كنت ناقص درجة ونص، والتمام حلوين. لحد لما لقيت العربي ناقص فيه 5 درجات. 5 درجات مرة واحدة، ده 5 درجات كتير، ده أنا عمري ما عملتها. ده أنا على طول بقى في العربي في أولى وفي ثانية، اشمعنى في ثالثة هنقص 5 درجات؟ ده أنا كنت مظبط التعبير وحلل صح، حلل حلو في النحو وفي القراءة وفي النصوص. اليوم اللي طلعت فيه النتيجة ده كان يوم كله نكد وزعل، كان يوم صعب، وده أي حد بيمر بيه، بس كان يوم مش حلو، كان يوم نكد وزعل، لدرجة ان انا مش كنت عايز اروح الدروس عشان انا كنت في الترم التاني باخد دروس. مش كنت عايز اروح الدروس عشان هقابل المدرس ازاي، هقابل زمايلي ازاي، هقول لهم ايه او هما هيقولوا لي ايه. لكن لما رحت الدرس لقيت العيال على الشاشة مبسوطين وفرحانين وبيلعبوا كورة كمان، اكنهم مش فارق معاهم حاجة. بس انا مش كل اللي حاططهم في دماغي، لان هما في اخر المطاف يقال عليهم غشاشين. غشاشين طبعا قدام عيني عشان انا اللي شايفهم وانا اللي شايف كل حاجه، وهم كانوا معايا في اللجنه، فعارف ان هم غشاشين وجابوا المجموع ده بالغش طبعا. ولكن قدام الناس عاملين نفسهم ابو العريف، هم فاكرين نفسهم ابو العريف قدام الناس، والناس واخدين فكره كويسه عنهم ان هم شطار، وامهاتهم فرحانين بالمجموع اللي جابوه، فاكرين ان ده مستواهم، وهم في الحقيقه مش غير كده. ولكن هو امك وابوك مش كانوا في اللجنه بيشوفوا كنت بتعمل ايه، بتحل ازاي. لا، هي كده، وعند الكل كده. انت اهم حاجه تجيب لي مجموع تعديني تخلينا نخلص من دي، نشوف هنوديك فين ولا هنجيبك منين. هي دي الفكره. ولكن امهاتهم مش عارفين ان هم معدين بالغش، فاكرين ان ده مستواهم. ولذلك لما تدخل ثانوي هتلاقي ان الناس اللي مش عارفه حاجه ولا عارفه، اقسم لك بالله الناس اللي مش عارفه الالف من الياء تلاقيهم دخلوا سنه واحد. لدرجه ان انا قبل كده في مش عارف كان يوم الاثنين اعتقد كنت في المدرسه، فحرف الام ابله طلعت واحد قالت له اقرا الحرف ده، اقسم لك بالله ما عارف يقرا حرف الام ما عارف يقرا. اللي بيشجعهم على كده ان هم يخشوا ثانوي
اولياء الامور، انا جايب مجموع ثانوي ومعدي، ليه ما اخش السنه؟ هي دي الفكره. ولكن في ناس يعني بتحس شويه. يعني كان عندي صديق لي عدى ثالثه اعدادي بالغش، ولكن قال لي انا مش جد الثانوي، انا هخش صنايع واتجدعن، ولما اوصل ثالثه هعمل معادله واخش كليه هندسه. قلت له ليه؟ طب ما تخش ثانوي زي ما العيال التانية دخلوا. قال لي لا، انا معدي ثالثه اعدادي بالغش ومش عارف حاجه، ولكن لما ادخل ثانوي فلوس كتير، مذاكره كتير، الحاجات اللي ما ذاكرتهاش في ثالثه اعدادي ممكن تاثر عليا في ثانوي. في ناس بتفكر كده، بس اللي بيفكروا كده يعني نسبه قليله خالص، ولكن النسبه الكبيره اللي ذكرتهم اللي هم جايبين مجموع ومش عارفين اي حاجه خالص داخلين ثانوي. اللي بيخليهم يدخلوا ثانوي عام هو اولياء امور. ليه؟ لان هم جايبين مجموع اعلى من الثانوي، وهم مش عارفين اساسا ان المجموع ده جاي بالغش. فادخلك ثانوي زي ما اي حد بيدخل ثانوي، ولا ادخلك ثانوي. هي دي الفكره. النقطه دي كنت كارهها بصراحه، عشان انا اتحول من اول على المدرسه او تاني على المدرسه الى سادس على المدرسه. بصراحه مش سكت، وكل شويه عمال افكر في اليوم اللي طلعت فيه النتيجه ومش راضي يروح عن بالي. كل شويه افكر في حاجه عشان ابعد اليوم اللي طلعت فيه النتيجه، مش راضي يروح عن بالي. لحد لما نزلت عشان اذاكر الترم الثاني، وانا اساسا مش طايق نفسي. يعني كفايه اليوم اللي النتيجه تطلع فيه ونتيجتك تكون مش كويسه وانت مش راضي عنها وانت مش طايق نفسك اساسا. يعني تخيل انت لما تكون مضغوط ومش طايق نفسك ولا عايز تذاكر ولا عايز تعمل اي حاجه في الدنيا، عايز انك بس مرتاح ويعني تبعد كل التفكير السلبي اللي حواليك. انا نزلت ومش طايق نفسي، مش عايز اذاكر، لحد لما لقيت امي نزلت وبتطبطب عليا وتقول لي ما تزعلش. قلت لها ازاي ما ازعلش لما الناس اللي مش عارفه الالف من الياء اعلى مني؟ ده مش يزعل؟ قالت لي يزعل، بس يمكن ربنا عايز لك كده او رايد لك كده عشان العين ولا حاجه. بصراحه اقنعتني لحد ما هديت، وقالت لي ركز على اللي جاي، اللي فات محدش هيقدر يغير، مهما تعمل مش هتقدر تغير اللي فات. قالت لي اجتهد عن كده وركز في الترم التاني، وملكش دعوه بالعيال دول، لانهم كده هيغشوا في الترم التاني زي ما غشوا في الترم الاول هيغشوا في الترم التاني. قالت لي ما تزعلش نفسك، هما كده هيغشوا، بس ما تزعلش نفسك. وانا الاسبوع اللي جاي هروح لك الاداره واعمل لك تظلم في ماده العربي عشان انت بتقولي ان انت متاكد منها. قلت لها ماشي، لحد لما راحت وجابت الورقه وقالت يوم 1 في الشهر هتروح الثانويه العسكريه اللي موجوده في الزقازيق. قلت لها تمام. لما اجى يوم 1 في الشهر رحت انا ووالدي المدرسه وقعدت وجابوا لي ورقه الاجابه بتاعتي، بس مش الاصليه اللي انا حالل فيها، لا جابوا لي نسخه منها، وجابوا لي ورقه الاجابات اللي هي اللي بيصححوا بيها. قعدت وبدات ان انا اشوف الورقه وابص فيها كويس. بصيت في الاول على التعبير والنحو لقيته مقفل للتمام زي الفل. اللي منقص بصيت في القراءه لقيت ان انا ناقص درجه في القراءه ودرجتين في النصوص، والدرجتين دول في نص واحد. والفكره اللي انا عامل نصين والنصين دول اختياري. يعني ايه؟ يعني انت بتختار نص واحد فيهم تحله، يعني انت بيديك نصين تختار انت النص وانت تحله. انا بقى حليت الاثنين، تمام، حليت الاثنين لقيت واحد مقفله وواحد ناقص في الدرجتين دول. المصحح بقى عمل ايه؟ راح مشخبط على النص اللي انا مقفله وراح واخد النص اللي انا غلطان فيه. المصحح كان المفروض انه ياخد درجة النص الاعلى، هي المفروض كده في الثانويه العامه كده، ومفروض في ثالثه اعدادي كده، ان هو ما ياخدش النص الاقل، لا ياخد النص الاعلى. انت جايب درجه عاليه فين؟ فهاخد النص بتاعك. يعني مثلا انا عالي نصين، نص انا مقفله ونص انا ناقص درجتين، كان المفروض ياخد النص اللي انا مقفله مش النص اللي انا غلطان فيه. ولقيته منقصني درجه في الاملاء ودرجه في الخط، عشان الاملاء كان عشان حته شخبطه كده راح منقصنا عليها، والخط كان ناقصني درجه اعتقد. المهم كتبنا الملاحظات ومشينا، وقالوا لنا بعد 15 يوم هنبعت نتيجه التظلم على الاداره بتاعتكم.
قلنا تمام. استنيت 15 يوم، وبعد كده لما ال 15 يوم عدوا رحت الإدارة عشان أشوف دار نتيجة التظلم. لقيت ما طلعليش ولا حاجة. زعلت بس طنشت الموضوع وقلت ان انا اركز في اللي انا فيه دلوقتي. ولكن لما خلصت امتحانات الترم الثاني، اللي انا طلعت درجتين في العربي. ازاي؟ ده انا مش عامل تظلم في الترم الثاني، ده انا عامل التظلم في الترم الاول. لقيت طلع لي درجتين في العربي، مع ان انا يعني كان المفروض الدرجتين دول يطلعوا في الترم الاول مش في الترم الثاني. لا، ده انا خلصت امتحان الترم الثاني لقيت الدرجتين دول في ورقه وسط المدرسه بتقول لي ان في درجتين طلعوا لك على العربي، والدرجتين دول كانوا بتاعت النص اللي هو اعتقد النص خدوا النص الاعلى. هو اساسا المفروض ياخدوا النص الاعلى مش ياخدوا النص اللي اقل. كنت زعلان كتير، ومش كنت عايز ادخل ثانوي عام، مش كنت عايز ادخل مدرسه، كنت عايز ادخل مدرسه بس غير الثانوي العام. بس امي كانت رافضه حته اللي انت ما تخش الثانوي عام. قالت لي يعني انا شاطر، حاسه ان بيا عايز تدخلني ثانوي عام وانا مش عايز ادخل ثانوي عام. قدمت الورق للمدرسه اللي انا كنت عايز ادخلها، ولحد لما امي راحت كلمت الابله بتاعه العربي اللي في المدرسه بتاعه الاعدادي عشان تقنعها ان انا ادخل ثانوي عام، وماليش دعوه بالعيال اللي هم الغشاشين. لحد لما اجى اليوم قابلتني فيه وقالت لي مش تزعل، كل سنه بيحصل الكلام ده عشان الغش كتير طبعا، ومش تتاثر بالعيال دول، كده ربنا هيتولاهم، ولكن انت ركز في مستقبلك، ركز في اللي جاي. اهم حاجه ان انت رضيت ربك، عملت اللي عليك. وانا سمعت ان انت عايز تدخل دبلوم. قلت لها انا عايز ادخل دبلوم. قالت لي لا، انت شاطر، اللي يخليك تخش دبلوم خش ثانوي. انا كنت مش حابب فكره ثانوي عام، انا كنت حابب الدبلوم. وبعدين انت لو ما دخلتش ثانوي عام، كل اي مدرسه، سواء كان مدرسه تكنولوجيا، مدرسه اي مدارس هتخشها غير الثانوي العام، سواء كان غير الثانوي العام او مدارس ستيم او الثانوي الخاص او المنازل، كلهم بدبلوم. تاخد شهاده دبلوم. هي دي بالظبط. يعني انا مثلا عايز اخش مدرسه تكنولوجيا مثلا، هتاخد شهاده دبلوم. ففكره الدبلوم يعني الدبلوم مش وحش، انا عن نفسي كنت داخله، ولكن الناس فاكره ان الدبلوم وحش، ولكن انا شايفه ان هو حلو مش وحش، وكمان احلى من الثانوي. بصراحه ضليت افكر في الموضوع ده، وساعتها كنت باخد دروس لاولى ثانوي. يعني انا مقدم على مدرسه خير الثانوي، وباخد دروس اولى ثانوي عشان لو ما اتقبلتش في المدرسه اللي انا مقدم عليها ادخل ثانوي. ماليش يعني، انا لو ما اتقبلتش في المدرسه دي هدخل ثانوي عام، هكمل في الثانوي العام. المهم المدرسه نزلت بوست على بكره وقالت فيه ان بكره هيكون في الاختبارات. لاني افكر كتير اكمل في الثانوي ولا اروح الاختبارات، فمش عارف. لاني افكر كتير كتير كتير، مش عارف اكمل ولا اروح الاختبارات. بعد تفكير طويل رسيت اللي انا ادخل ثانوي عام. قلت خلاص نكمل في الثانوي العام، وما رحتش الاختبارات، واديني دلوقتي بمتحن في امتحانات اولى ثانوي الترم الاول. الدرس المستفاد من الفيديو ده انك مش تخلي حد يأثر عليك حتى لو بشيء صغير، واعرف ان المجموع اللي هتجيبه ده مش انت اللي عايزه، بل ربنا هو اللي عايزه ليك. فانت لو حطيت النقطة دي في دماغك يعني صدقني هتكسب قوي. وافتكر خطبة واحد اسمه أكثم بن صيفي بيقول فيه: يا أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت. وبس كده احنا كده خلصنا حلقة النهاردة. وطبعا الحلقة دي معمولة بناء على رغباتكم انتوا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. اشوفكم في الحلقة الجاية في رعاية الله. مش تنسوا تكتبوا اسئلتكم في الاستمارة اللي انا نزلتها على الجروب، عشان هنعمل فيديو نجاوب على كل الاسئلة اللي انتوا هتكتبوها. يكون فيديو كده منفصل نجاوب على اي سؤال انتوا عايزين. الاستمارة اللي نزلتها على جروب التليجرام، وجروب او صفحة الجروب هتركها لك في الوصف تحت. يلا بس بسرعة بس عشان في ديدلاين للاستمارة وبيخلص. وشكرا. في رعاية الله.